السلام عليكم حبايب قلبي، يلا بينا في حلقة جامدة جدا وهنعرف كمان روهيت هيكون رد فعله ايه مع أرمان. بس قبل كل ده ما تنسوش الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بنبدأ حلقتنا والعائلة كلها مصدومة طبعا من الفرحة، مش مصدقين خالص إن روهيت رجع تاني. كمان مدهف بيبكي كده بكاء شديد وبتقول له أميرة هون على نفسك وابكي يا أبي. وكمان بتكون فدية قدام المعبد وكمان بتشكر يعني الإله. لكن الأطفال بقى قاعدين جنب روهيت وكمان بيقولوا له احنا متضايقين منك، يعني احنا اشتقنا لك كتير، حصل امور كتير وكان نفسنا تكون معانا. لكن ارمان بيجي وبيقول خلاص هونوا على نفسكم، السعاده رجعت من جديد وكده الشله بتاعتنا كمان اكتملت. لكن اللي بتكون مصدومه بقى روحي مش مصدقه نفسها وعماله تترعش كده. بتقابلها السيده كفيري بتقول لها انا بشكرك جدا ورجعتي كمان مكانتك في قلبي بعد ما انقذتي روهيت. بتقول لها روحي لو حد بدالي كان عمل كده. لكن بتقول لها خلاص بقى اللي عدى عدى وكل واحد يعني يتعلم من اخطائه. بتكون روحي مش فاهمة أي شيء. بتقول لها صراحةً كده خدي بقى عقد الزواج بتاعِك، نفسي كمان ترجعي على المنزل ككنة يعني، وخلاص يعني كل واحد بيتعلم يعني من أخطائه، ويا ريت كمان تفكري في الموضوع. وما قلتلكيش البسي العقد دلوقتي خليه معاكِ، لكن طبعًا لو لبست العقد كده هيتكتب لِك قصة جديدة كمان معانا وفي حياتنا. بيسيب لها الاختيار وروحي بقى مش عارفة هتعمل إيه، ماسكة العقد كده في إيديها والجد مانيش شايفة هي بتتألم كده من بعيد وبتقرّب كده يعني منّه، والجد مانيش بيكون يعني متضايق عشانها. بتقول له: "لو سمحت روّحني المنزل حالًا يا جدي." لكن في إيديها طبعًا العقد. والجدة كفيلي بقى مش سايحها أي شيء، بتطلب بقى من الجميع إن هم يعملوا خيرات كتير كمان ويدّوا ناس حاجات كتير تساعدهم. بتقول: "أنا سعيدة جدًا وهافرّق سعادتي على الجميع." وبيكونوا فرحانين جدًا. لكن أرمان المسكين بيكون قدّام أخوه نِفْسه كمان يسترد وعيه عشان يعني يتكلّم معاه وكمان يحضنه. لكن الشقية بتاعتنا أبيرة مش بتسكت، ممنوعة من الدخول، لكن بتحط السلم وكمان بتطلع ومحضّرة الزينة عشان السعادة. بيسمعوا صوت غريب في الأسفل. أرمان بيروح بقى أبيرة مش قادرة تتحرك عشان ممنوع إن هي حد يعرف إن هي موجودة. بيلاقي بقى العائلة كلها بترقص وكمان السيدة كفيري بترقص وهي فرحانة جدًا وأكنها طفلة صغيرة. كلهم مستغربين جدًا من سعادة الجدة، لكن بتقول طبعًا السعادة بتاعتي اتحطمت لكن رجعت لي من جديد. أرمان بيصور كل ده فيديو وبيوريها كمان لأبيرة. وأميرة بتكون فرحانة جدًا وبتقول له: "إيه السعادة دي كلّها؟" بيقول لها: "شاركي معايا بقى أنتِ كمان السعادة." ويفضلوا هُم كمان يرقصوا مع بعض وكمان بيحتفلوا. والسيدة بقى كفيلي محتاجة إن الوقت يعدّي بسرعة عشان مش مستنية لتاني يوم عشان روهيت يعني يسترد وعيه. بتكون طبعًا سعيدة جدًا. وكمان فدية بتبعد عنها العين الشريرة من كتر سعادتها. وكلّهم بيتمنوا إن روهيت يرجع لوعيه بسرعة جدًا، عندهم حديث كتير عايزين يعني يشاركوه معاه. طبعًا كلّهم بيكونوا سعداء جدًا ومستغربين من حُب الجدة، بس كالعادة روهيت هو الوحيد يعني على الحجر عند الجدة. بيوصّل بقى أرمان أبيرة وبتنزل على السلالم بعد ما تشاجروا مع بعض الشجار اللذيذ طبعًا وممتع بتاعهم. أول ما بتنزل بقى بتشوف القمر، بتجيب كده حاجة فيها الماء عشان تشوف القمر وبتكون سعيدة. بتيجي الجدة كمان تعمل كده وأميرة بتقول لها يعني يا جدة ممكن النهارده بس نوقّف يعني الشجار عشان خاطر روهيت وكمان نوقّف يعني كل شيء نعمل كده استراحة. لكن الجدة بتسيبها وبتمشي. وأميرة بتقول هي مش هتبطّل بقى اللي بتعمله، المصارعين كمان بيعملوا استراحة. لكن بتتفاجئ إن الجدة بتنادي عليها وبتدّيها كمان الحلوى. بتتفاجئ أميرة ولسه عايزة تحضنها. الجدة بتقول لها عندِك يا أميرة أنا أول ما كلمتِك اتحولتِ زي الأرنب ليه؟ ابعدي عني خالص. طبعًا بتجري من أميرة أميرة بتقول مش مهم، يعني فلتت مني المرة دي. وأرمان بيكون شايفهم بيكون سعيد، بيقول شكله كده في أمل بعد رجوع روهيت للمنزل. وأميرة بتكون قاعدة جنب روهيت وبتقول له بقى يالّا فوق بسرعة، أنت ما تعرفش أرمان متلهف في إن هو يعني يقعد معاك ويكلمك قد إيه، هو بيحبك جدًا. وكمان بتحط إيديها على إيديه. لكن طبعًا بتتفاجئ إن إيديه بتتحرك مش عارفة تقول لمين. وأرمان في المعبد أول ما بتقول طبعًا لمدحت وكمان للعم مانو، بيصرخ لعم مانو تعالوا بسرعة يعني روهيت استرد وعيه. طبعًا بقى بيرة على طول بتكلم أرمان اللي بيكون في المعبد بيجري على طول في الشارع وبيقلع كمان الحذاء مش قادر من كتر الفرحة. كلهم طبعًا بيجروا عشان يطلعوا لروهيت. وكمان بقى سيد مدهب بيخبي أبيرة كده ورا الستار عشان ما حدش خالص يعني يشوفها. بتقرّب فدية من روهيت بتقول له: "فوق يا حبيبي بقى، ما تخلّينيش يعني أتوجع عليك أكتر من كده، أنا مشتاقة لك جدًا." الجميل بيفتح عيونه بقى وبتكون سعيدة جدًا. بيقول لها أمي وهي كمان بتقول له: "أيوه يا حبيبي." وبينادي كمان على باباه. والعائلة كلها بتكون سعيدة. وأميرة بتبعت على طول رسالة لأرمان إن خلاص روهيت استرد وعيه وفتح كمان عيونه. بينادي بقى على الجدة، هو بيحبها جدًا زي ما هي كمان بتحبه، مش مصدقة خالص طبعًا اللي هي يعني في حضنه. ومانيشيا بتقول لها: "يالّا بقى أنا عليّا الدور."
بيكونوا فرحانين جدًا والعائلة كلّها بتكون سعيدة، كلّهم والأطفال وكلّه، لكن شهرة بتكون عند صديقتها في المستشفى وهتيجي كمان شوية، كلّهم بيكونوا يعني السعادة مش سايعاهم وهيطيروا كده من الفرحة. وأميرة مستغربة جدًا، أرمان اتأخر ليه؟ لكن بيسمعوا صوته وبيكون صوته عالي جدًا بينادي على روهيت، والأطفال بيقولوا أكتر واحد كان مشتاق لك هو أرمان، بيحضنوا طبعًا بكل حب، لكن بيتفاجئوا إن روهيت بيدفعه كده للأرض وبيقول له: "أنت مش أخي ولا أي شيء." طبعًا بيكونوا مصدومين كلهم، وأميرة بتحط إيديها على إيد أرمان بتحاول إن هي تدعمه، طبعًا مش عارفين إيه اللي حصل، بيقوم بقى روهيت ولسه أرمان بيقول له: "عملت لك إيه يا أخي ما تزعلش مني." لكن روهيت بيقول له: "أنت مش أخي خالص وأنت كمان مش من العائلة." طبعًا روهيت حالته صعبة جدًا، بيكون كده دايخ وكمان هيُقع وهيتصاب، لكن أرمان بيحط إيده يعني بيحاول إن هو يعني ينقذه، بيشيله وبيحطه على السرير، العائلة كلها مصدومة إيه اللي حصل، وروهيت ليه عمل كده مع أرمان، وبيطلبوا على طول الطبيب. الجدة بتروح على طول على غرفتها وكمان العمة بتقول لها معرفش اللي حصل ده حصل ليه، بيجي سانجاي بيقول أكيد روهيت عارف طبعا علاقة روهي بأرمان، دي حالة صعبة جدا ده خداع يعني وهو اتخدعوا عشان كده يعني اللي فيه ده حاجة بسيطة عن الشعور اللي هو حاسه، لكن العمة بتقول استحالة، وكمان مدهاف بيقول لفدية أكيد روهيت عارف كل حاجة عن روهي وكمان أرمان، فدية بتقول يعني كده هيتنازعوا يعني مع بعض وكمان هيتشاجروا مع بعض على طول، يعني حالتهم بتكون صعبة جدًا، إزاي الأولاد يعملوا كده مع بعض؟ الأب والأم طبعًا بيكونوا زعلانين عشان أولادهم، لكن بقية العائلة طبعًا كل واحد بكلمة، اللي بيجيب اللوم على روهيت وعمل كده ليه يعني في أرمان، أرمان بيحبه، واللي بيقول أرمان هو السبب، لو كان قال كده من الأول للعائلة ما كل ده ما كانش حصل، ولا كمان أميرة كانت اتهانت، ولا كل ده حصل، ولا كل المشاكل اللي حصلت دي، طبعًا خلاص بقى اللي حصل حصل يا جماعة، ده نصيب يعني ومُقدّر. لكن أرمان اللي بتكون حالته صعبة جدًا ومتأكد إن روهيت عارف علاقته بروحي، وبيكون عايز يروح يتكلم معاه، لكن أميرة بتقول له ادّي له فرصة ما تكونش أناني، الجرح اللي جواه جرح كبير جدًا، يا ريت تسيبه يهدى، لكن بيقول لها استحالة ده أخي الصغير ولازم أعتذر له وكمان أقول له إن ما كانش قصدي في كل ده، أميرة بتحاول تمنعه لكن أرمان بيكون مصمم، أميرة بتقول له أنا هاتكلم معاه، لكن بيقول لها أنتِ ما تعرفيش يعني علاقة الأخوات، لكن بتقول له أنا عارفة الإنسان المجروح وجرحت قبل كده وهاقدر أسيطر وأتكلم معاه. وبتظهر العائلة مرة تانية عند روهيت والسيدة فيديا بتحاول تأكله شيء لكن بيكون متضايق، ومانيشيا بتقول له لو عايز تقول لنا ايه اللي حصل ما بينك وما بين أرمان قول، لكن زوجها كده يعني بيقول لها مفيش وقت للكلام دلوقتي، والأطفال بيقولوا له يلا الدنيا هتمطر يا روهيت تعالى نقعد في الجو يعني اللطيف، لكن بقى الجدة كفيلة ما بتصدق تاخد يعني فيديا جنبها وبتقول لها تعالي أقول لك هتفضلي كمان كده لإمتى، قولي لي بقى هتكوني في صف مين روهيت ولا أرمان؟ السيدة فدية طبعًا مش مستوعبة الكلام، بتقول لها: "لأ أنتِ كنتِ في صف يعني أرمان كتير، ودلوقتي رُهيت مخدوع في زوجته، كمان أخوه، كمان مش هيتخدع في بقية العائلة، وأنتِ كمان مش هتسيبيه، طبعًا ابنِك رُهيت هو دلوقتي اللي محتاج لِك." تفضل كمان تحرّضها إن هي تبقى ضد أرمان وتكون مع رُهيت بس، لكن طبعًا فدية ومش محتاجة حد يتكلم معاها، هي المفروض هتبقى يعني في صف الاتنين، لكن هي مجروحة جدًا وما تعرفش تعمل إيه، لكن الجدة عمّالة تبُخ السم يعني في دماغها وبتقول لها لازم تكوني مع روهيت وتحسسيه كمان إن أنتِ معاه. وأرمان بيهرب من أبيرة وبيروح عشان يعتذر لروهيت بيترجاه بينزل كمان عند قدميه وبيقول له أنا آسف جدًا لقيتك مبسوط مع روحي ما قدرتش أقول لك على أي شيء، لكن روهيت بيكون قاسي جدًا وبيقول له أنا اللي آسف اللي تركت العائلة عشان شخص مش من العائلة، طبعًا بيصدم بكلامه الجميع.